يا مساء الخير، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ هنعمل بقى مع بعض النهارده اكله من الاكلات المصريه الاصيله اللي ما نقدرش نستغنى عنها في اي عزومه او في اي مناسبه. لازم دايما تكون مشرفانا على سفرتنا. طبعا زي ما هو واضح قدامنا في الفيديو ان احنا هنعمل مع بعض النهارده صينيه رقاق، بس هنعملها بقى بطريقه حكايه. بس لو اول مره تشوفيني، انا مياده ودي قناتي، اتمنى تنوريني وتدعميني بالاشتراك علشان يوصلك كل جديد. اول حاجه هنبدا بيها، هنبدا نعمل العصاج بتاع اللحمه المفرومه. جبت هنا بقى صينيه، حطيت فيها شويه من السمن وشويه من الزيت، ونزلت عليها ببصلتين كبار كده حلوين. اللي متابعني وعارفني عارف ان انا بحب البصل كتير يكون في العصاج، بيديله طعم حلو قوي وبيخليه مسكر جدا. انا هنا نقلت اللحمه في صينيه تانية. خدوا بالكم الصينيه النحاس دي يا جماعه محدش يجيبها، مش حلوه خالص، بتحرق وبتلسع، فيا ريت بقى تاخدوا بالكم منها. فانا هنا نقلتها لانها كانت هتلسع مني اللحمه. هنا بدات بقى اللحمه اول ما اتشوحت كده، نزلت بفلفل اسود، ونزلت بهارات 7، ونزلت كمان بنص معلقه من الكزبره، ونزلت كمان بالملح. هبدا كده اشوحهم كده مع بعض، وهنزل عليهم بنص كوبايه من الميه. انا عايزه البصل كده يتسبك كويس قوي مع اللحمه، يكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هو ده المطلوب. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الخطوه اللي بعد كده. جبت طبعا صينيه هنا ودهنتها بالسمن البلدي، طبعا رقاق يعني سمن بلدي، خدوا بالكم من النقطه دي. وجبت هنا كمان 3 كوبايات من الشوربه، يفضل ان الشوربه تكون دسمه، شوربه بط طبعا هتبقى خطيره او لحمه. ونزلت عليها كمان بكوبايه من اللبن. هبدا بقى اظبط الملح، وابدا انزل بالرقاق زي ما انتم شايفين كده واحده واحده، واحطه في الصينيه، وبين كل طبقه والتانيه هحط السمن البلدي زي ما انتم شايفين كده. طبعا تقدري تحطي الرقات اللي انت عايزاها على حسب حجم الصينيه معاكي. انا هنا حطيت 4 فوق، وحطيت 3 فوقيها بقى بعد ما حطيت اللحمه. حطيت هنا بقى اللحمه بالشكل ده. عايزه اقول لكم كمان ان الحجم الصينيه دي اخد معايا ربع كيلو من اللحمه مع البصل، مش نص كيلو خالص. يعني الصينيه دي لانها هي صينيه مش كبيره قوي ولا صغيره، وسط يعني. بدات طبعا اخد زي ما انتوا شفتوا شويه بقى من الخلطه بتاعه اللبن والشوربه، وسقيت بقى، خدت حوالي كبشتين كده، سقيت بقى الرواق زي ما انتوا شايفينه كده بالشكل ده. هبدا بقى دلوقتي ادهن وشه كده بالسمن البلدي قبل ما ادخله الفرن. طبعا بيديله قرمشه طبعا، وبيديله لون خطير. طبعا زي احنا متفقين طبعا ان احنا حطينا بين كل طبقه والتانيه من السمنه البلدي علشان كمان يخليه طري ويبقى طعمه حلو. لو عندك قشطه كمان تقدري تحطي كمان معلقتين من القشطه على وش الصينيه، بيخليها تحفه وبيديله كمان لون خطير. في الوقت ده بقى كنت مشغله الفرن على درجه حراره 200. هحط طبعا الرقاق في الرف اللي في النص. اول ما يبدا ياخد لون من فوق ومن تحت، يبقى هو كده استوى معانا، وهيكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بقى اللون المطلوب اللي انا عايزاه، اول ما يبدا يخرج من الفرن بغطيه على طول بورق فويل لمده نص ساعه، علشان ينزل البخار. طبعا البخار اللي موجود يعني في الرقاق ينزل بقى كده ويطريه زي ما انتم شايفينه كده. بصوا لدرجه ان هو فصل من الصينيه من بعضها، ومع انها كمان صينيه الومنيوم. لو عايزه بقى تقدميه بالطريقه دي، لو عندك عزومه تقدري تقدميه كده على السفره وتقطعيه مثلثات يبقى بالشكل ده. لكن انا طبعا مش عايزه ان انا اقدمه بالطريقه دي، انا حبيت بس اوريكي ازاي تقدري تقلبيه. لكن انا هقطعه عادي مربعات عادي زي ما هتشوفيني كده بالظبط. انا عايزه اقول لكم طري وعامل زي الفطير بالظبط، زي ما يكون فطير مشلتت مش رقاق بصراحه. بصوا عامل ازاي، بصوا كمان الطبقات من جوه كان طري، واللحمه كانت ثابته فيه ولا وقعت مننا ولا اي حاجه. وكمان من تحت مستوي ولونه خطير، ومن فوق كمان مدينا لون حلو قوي. انا عايزاكم تجربوا الوصفه دي والطريقه دي. يا ريت بقى لو عجبتكم وصفه النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش تشتركوا في صفحتي على الفيسبوك باسم ميادة كيتشن. واستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.